يا مساء الفل. مع بداية الحكم العثماني ظهر وتطور وبقى مسموح لكل المصريين إنهم يشربوا المشروب اللي اتسمت المقاهي أو القهاوي على اسمه، القهوة. ولعشاق القهوة احنا موجودين في عاصمة البن في مصر، باب اللوق، المكان اللي لسه محافظ على ريادته من بداية القرن 19 لحد النهاردة. ومن أقدم المطاحن اللي موجودة في باب اللوق هنعرف حكايتها ونعرف البن قبل ما بيوصل لنا، المراحل اللي بيعدي عليها. بن وردة اليمن. اسمي محمد نظمي حسني. أنا تاجر بن في باب اللوق. بقالنا في العمارة دي من 1925. العمارة دي أقدم عمارة في منطقة باب اللوق. قصة المحل الرخصة بتاعته من 1925. أصحابهم جريك 3 إخوات، وكان عندهم بيبيعوا خمور وبيبيعوا البن. فلما جينا نشتري منهم المحل في أثناء خروجهم من مصر، فضلوا إنه يبيعوا لوالدي على أساس أمانته، لأن هو صاحب محل في المنطقة في نفس العمارة، وهو قبلهم من سنة 18، فعارفينه وعارفين أخلاقه، فباعوا له المحل على هذا الأساس. الاسم التجاري بتاع المحل بن وردة اليمن من أيام اليونانيين الجريج، وإحنا محافظين على السمعة بتاعت المحل. من دول كتير بتيجي الحبة خضرة، وبمهارتهم بالصنعة وتوليفتهم الخاصة بينتجوا الأنواع المختلفة، ومن بن فاتح لمحروق بيختلف المذاق، والكل نوع زبونه. إحنا عندنا البن بيجي مثلا 7-8 دول بيجي من أمريكا الجنوبية، و7-8 دول بيجوا من افريقيا، و6-7 دول بيجوا من اسيا. بيجي لنا اخضر من كل الدول العالم، ونوعيات البن بتختلف في الطعم. كان زمان مشهور البن البرازيلي واليمني. النهارده طلع اصناف جديده، عندك الكوستاريكا والمكسيكي. ده بن بينزل منه من البخار بتاعه، من العرق بتاعه، زيت دسم. سر التحويجه هي مش تحويجه، البن ملوش تحويجه الا لما بتيجي تطحنيه للزبون بتحوجيه بالحبهان. في ناس بتحط جوز الطيب، في ناس بتحط زر ورد، في بتحط ورق لورو. مكن التحميص اتحدث، مكن الطحن اتحدث. دي مكنة تحميص. مكنة التحميص ليها عدسة بيبان فيها البن وهو بيستوي. لما بيستوي لدرجة معينة عايزينه فاتح، بننزله فاتح وبيخش في قلب التقليب عشان ما يسخنش على بعضه، وفي الوقت نفسه يبرد. هنا الطحن ده الغامق، ده الغامق وده المحروق. ده يعتبر الوسط، وسط وفاتح. ما يقدرش اللي بيشرب محروق يشرب فاتح، ما يقدرش يشرب وسط ولا غامق، خلاص خد على ده. وردة اليمن عدى عليها مشاهير كتير، ولحد النهارده سمعتهم بترج باب اللوق. ما هو تاريخ وله حكاوي. نقدر نقول ان جالي مثلا ايام الله يرحمه جمال عبد الناصر، جالي الحرس بتاعه جايب بن وجايب علبتين استيل فيهم حبهان. قالوا ان الملك سعود نازل في فندق شوبرد على النيل وعايز يشرب قهوه في ضيافه السيد الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه في ذلك الوقت. فعملنا لهم الطلب بتاعهم، خدوا فكره عن المحل وخدوا فكره عننا، بقينا لينا سمعه في الدول العربيه. كل وزراء مصر بيشربوا من عندنا. سكرتير الرئيس انور السادات، وسكرتير محمد حسني مبارك الله يرحمهم الاثنين. فاروق الباز كان بيجي من المعادي من غير حرس، يمشي على الرصيف ويعدي الشارع ويجي ياخد نص كيلو بن. ده فاروق الباز. فؤاد المهندس الممثل، يحيى شاهين، هدى سلطان بتيجي لابسه الشرب البني بالنضاره البني الساعه 5. شكار الله يرحمها ووالدتها واختها. مدام سميحه ايوب ما زالت زبونه عندنا لغايه دلوقتي. فطبعا دي نعمه من عند ربنا، امانه البن.
صنعة البن دي أمانة، تركيبتها أمانة. لا ده من ناحية الشراء بيبقى ثقة في المحل. احنا كان بيقف عندنا الطابور مثلا 30 40 متر عشان ياخد 8 كيلو النفر. هنا لهنا لغايه الجراج بتاع الباركن بتاع باب اللوق. يقف عندنا الزباين، كنا بنبيع 11 شوال بن في اليوم. شوفي لما تبيع 11 شوال بن في اليوم، يعني ده كان امكانيات. تحط يمني على برازيلي ولا حتى كوستاريكي، المهم تروح لمكان عنده تاريخ بيتسند عليه. ما هو مش كل من قال بعمل قهوة بيعرف يعملها. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد.